السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، إليكم 5 نماذج من التعبير الكتابي حول فوائد الشجرة، موضحة فيها المقدمة والعرض والخاتمة حتى تتحصلوا على العلامة الكاملة. ضعوا اللايك والاشتراك واتركوا تعليق. صديقة الإنسان. المقدمة: الشجرة هي تلك النبتة الخضراء الجميلة التي وهبنا الله إياها، وهي تعتبر الصديقة الوفية للإنسان والبيئة. العرض: تقدم لنا الشجرة فوائد كثيرة، فهي تمنحنا الثمار اللذيذة والأكسجين النقي لنفس، وتظلنا بظلها الواسع من حرارة الشمس، كما أننا نصنع من خشبها الأثاث والورق، وهي بيت للعصافير والحيوانات. الخاتمة: لذا يجب علينا أن نحافظ على الأشجار بسقيها وعدم كسر أغصانها، لأن غرس شجرة هو غرس للحياة. النموذج الثاني: رئة الأرض. المقدمة: هل تخيلتم الأرض بلا أشجار؟ ستكون باهتة وميتة، فالشجرة هي الرئة التي يتنفس بها كوكبنا الصغير. العرض: تعمل الأشجار على تنقية الهواء من الغبار والدخان، وتجعل الجو لطيفاً ومعتدلاً، كما أنها تحمي التربة من الانجراف، وتزين الشوارع والحدائق بمنظرها الخلاب الذي يريح الناظرين. الخاتمة: في الختام، الشجرة أمانة في أعناقنا، فمن زرع شجرة نال الأجر والثواب وساهم في جمال وطنه. النموذج الثالث: كنز الطبيعة. المقدمة: الطبيعة كنز عظيم، وأجمل ما فيها هي الأشجار التي تملأ الدنيا خضرة وحيوية وعطاء. العرض: نستفيد من الشجرة في الحصول على الغذاء الصحي كالفواكه، ومن خشبها نصنع البيوت والسفن، كما أنها تخفف من قوة الرياح وتوفر مكانا هادئا للراحة واللعب في ظلالها الباردة. الخاتمة: أخيراً، يجب أن نغرس في نفوسنا حب الشجرة، فلا نقطعها بغير سبب، بل نعتني بها لتبقى بلادنا جنة خضراء. النموذج الرابع: شجرة الخير. المقدمة: الشجرة رمز للخير والعطاء، فهي تعطينا كل شيء، ولا تطلب منا إلا القليل من العناية والماء. العرض: للشجرة دور كبير في حياة الكائنات، فهي مطعم للطيور ومسكن للسناجب، وهي المصدر الأساسي للخشب الذي نستخدمه في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى دورها في تلطيف حرارة الصيف. الخاتمة: لهذا أوصيكم يا زملائي بحماية كل شجيرة صغيرة، وكما قال أجدادنا: غرسوا فأكلنا، ونغرس فيأكلون. النموذج الخامس: زينة البيئة. المقدمة: الشجرة هي زينة الأرض وجمالها، وهي التي تضفي على المكان بهجة وراحة وسرورا. العرض: فوائدها لا تحصى، فهي تمتص الغازات الضارة وتعطينا هواء نظيفا، وتمنع زحف الرمال في الصحراء، ومن ثمارها المتنوعة نحصل على الفيتامينات التي تقوي أجسامنا وتحمينا من الأمراض. الخاتمة: وختاما، دعونا نتعاهد على غرس شجرة أمام كل بيت، لنحمي بيئتنا ونحافظ على جمال كوكبنا للأجيال القادمة.